في فلاتر في نوعين من الويدجتس اساسيه، في ناس كتير بتطلع تتلخبط بينهم، الستيتلس ويدجت والستيتفul ويدجت. طيب الستيتلس ويدجت دي حاجه ثابته ما بتتغيرش حتى بعد ما بتتبني زي التكست او الصور. تعال ناخد مثال في فلاتر على الستيتلس ويدجت. هنكتب stl على stateless ويدجت، دي السنتكس بتاعت الكلاس الستيتلس ويدجت. ممكن نكتب هنا الكلاس نسميه اي حاجه، نسميه اب. ممكن هنا في الريتيرن هيترن ايه، ويدجت ثابته زي التكست، نكتب هنا تكست نحط فيها اي حاجه. طيب الستيتفul ويدجت دي بتتغير على حسب الحاله زي الزرار او العداد اللي بيعد. تعال ناخد مثال عن الستيتفul ويدجت، نكتب هنا stl هيطلع لنا stateful ويدجت. طيب الستيتفul ويدجت هنلاقي في حاجه مختلفه طلعت لنا، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الستيت وكرييت ستيت. يبقى هو بيبني حاله مختلفه على اساس الحاله بتاعت الابلكيشن اللي دلوقتي زي الزرار او عداد بيعد. هيريترن حاجه متغيره، مثلا بدل بليس اوردر هنغير حاجه اسمها مثلا elevated bottom. elevated bottom باختصار شديد stateless حاجه ثابته، stateful حاجه متغيره. افهمها صح.